بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا وسهلا بكم أحبائنا متابعي قناة سيرة قديسين وشهداء وآباء، ونقدم لكم سيرة قديس يشبه يوسف في عفته، وداود في جمال ملامحه، وأبو مقار في جهاده، وكليله كانوا 3 زي العجيب في شهادته، هو الشهيد إلياس الأهناسي. شهيد أهناسي كان بيشتغل خولي على بساتين كيليكيانوس الأمير، بيقوم يوميا بتوصيل الفاكهة لدار الأمير. كان خاله يعقوب ناسك ومتوحد في البرية، كان هو مرشد الروح اللي تعلم على دي أصول مسيحية وحب وحياة الفضيلة منه. كان بيوصيه إنه يحفظ نفسه بالطهارة، ويقول له إنه بالطهارة يتشبه الجسدانيون بالملائكة الروحانيين. سكن في قلبه مخافة ربنا، وتمثل بخاله المتوحد يعقوب بكثرة الصيام والصلاة والسهر الدائم. أصبح عقله وفكره في السماوات. كان في كل دفعة يأتي بالفواكه إلى دار الأمير، ينظر بوجهه إلى الأرض خوفا ألا يشتهي أهل الدار، ولحسن سيرته وجماله الشديد، فوجدوا أنه لا يقارن بشخص حاربه الشيطان وحاول يسقطه في فخ الزنا وحب الكلام والنظر لبنات حواء، فلم يقدر عليه لتحصين نفسه بكثرة صلاته وأصوامه ونسكه. غضب عدو الخير وهاج وأشعل محبة وشهوة في قلب بنت الأمير كيليكيانوس، فكان دفعة يأتي بها الدار الأمير تسرع لترحيب به وملاطفته لتوقيعه في الخطية. فلما رأى تصرفاتها الغير سوية والشيطان المحارب، كان يذهب للدار يطرح ما معه من الفواكه ويهرب مسرعا إلى مرشده خاله المتوحد يعقوب، ويشتكي له تصرفات ابنة الأمير، فكان يوصيه وينهيه ويحذره من النظر إليها والكلام والحديث معها والبعد عنها. فزاد على نسكه وعبادته بالصوم والسهر والصلاة الكثيرة بلا ملل، وترك الباكل والطبيخ العال، وصار يأكل خبزا وملح لا غير. أما ابنة الأمير زاد عشقها ومحبتها، واشتعل قلبها بنيران الخطية، فما كان على شفيعنا إلا أنه قام ببساطة وخسي نفسه لينهي كل أفكارها المريضة وأملها فيه. وبسبب هذا الفعل مرض بشدة، فملأ الشيطان بقلب ابنة الأميرة الحقد، فاشتكته لأبيها وقالت له: الخول المسيحي الذي أمنته على دارك يريد الاعتداء علي. ولما استدعاه الأمير موبخا له على فعله التي ادعته عليه بنته، أنكر القديس وأثبت براءته في حفظ بتوليته، فتعجب الأمير من فعله وطلب منه التبخير والسجود للأوثان، فرفض القديس قائلا: لا أقدر أن أقدم السجود لآلهة مصنوعة بالأيادي. فصار الأمير وعذبه بشتى أنواع العذاب، وأخيرا أمر بقطع رأسه. فرح القديس قائلا: هذه الساعة التي كنت أطلبها. وطلب من الجنود أن ينتظروا حتى يصلي. أدار وجهه نحو الشرق وطلب المواهب الروحانية، وقال: يا رب، إن كل من يصنع في يوم تذكار قربان باسمي أو يعمل خير مع مسكين فتعوده في ملكوتك السماوي، ومن يذكر اسمي وهو في شدة أو في ضائقة أو من جهة دين أو طلب سلطان، فتفرج عليه وتعطيه مطلوبات قلبه. فظهر له ملاك الرب وقال له: كل ما سألته من السيد المسيح فهو يكمل لك وأكثر منه. أما جسدك فهوذا يوليوس الأقفاصي قائما بالقرب منك، وقد كتب كل ما جرى لك، وهو يكفن جسدك ويوصله إلى خالك،
فيحفظه إلى اليوم الذي يريد الرب ظهوره، ويبنو بيعة حسنة في مدينة أهناس ويترك فيها جسدك، ويظهر الرب آيات وعجائب في تلك الكنيسة. وهوذا قد هيأ لك الرب 3 أكاليل، الواحد لأجل عبادتك وصلواتك وصومك وسهرك، والثاني لأجل بتوليتك، والثالث لأجل صبرك واحتمالك العذاب ودمك الذي يسفك على اسم السيد المسيح. ففرح الشهيد بما سمعه من ملاك الرب، وأشار للجنود ومد عنقه، فأخذت رأسه وأكمل سعيه، وطارت روحه مهللة في أحضان القديسين. وتمت أقوال الملاك، وبنيت له كنيسة في أهناسيا، ووضع جسده فيها. وظلت هذه الكنيسة قائمة إلى أوائل القرن 13 ثم اندثرت. وتعيد الكنيسة بتذكار استشهاده في 15 برمهات. بركة صلواته فلتكن معنا، ولإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبد الآبدين كلها.